السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب ان شاء الله دايما. وصفتنا النهاردة سهلة جدا جدا وسريعة ومش متعبة ومش مكلفة، وبأبسط المقادير ان شاء الله هتعمليها، وان شاء الله مكوناتها موجودة في كل بيت. بعد ما تجربيها هت هتقولي احلى من الاشطوطة والمدلعة، وانسي الكلام ده كله هتدمني عليها حرفيا. تيجي نشوف هنعملها ازاي. هتجيبي 2 بيضة، وكوباية الا ربع سكر، نص كوباية زيت، نص كوباية لبن، وفانيليا. نكسر البيضتين في خلاط، او لو مش هتستخدمي خلاط مضرب كهرباء، او لو مش هتستخدم مضرب كهرباء مضرب سلك عادي. ان شاء الله معلقة هتمشي معاك الدنيا وزي الفل. احنا الستات المصريات ما بنغلبش، نشتغل باي حاجة ان شاء الله تطلع معانا الحاجة مظبوطة بالشعرة. دايما 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 تسمي الله وتصلي على الرسول انتي وبتشتغلي في المطبخ. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وتبتدي في الشغل بتاعك تطلع ان شاء الله مظبوطة معاكي، والحاجة كده تبقى فيها بركة. تمام. حاطين ايه في الخلاط؟ 2 بيضة، نص كوباية لبن، نص كوباية سكر، كوباية الا ربع سكر، نص كوباية زيت. هنكتب لكم المقادير تحت في الوصف. وادي كده ذرة ملح خفيفة هتنزل عليهم بفانيليا. لو ما عندكش فانيليا سايلة زيي هتشتغلي بفانيليا العادي اللي هي الاكياس، هتحطي كيس واحد. ويا سلام يا سلام يا سلام لو نص معلقة خل، هتظبط معاك الدنيا. ضربناهم في الخلاط كده. هتنزل عليهم بكوباية دقيق، كوباية دقيق منخولة. هتنزلي برضو كده بنص كيس البيكنج باودر، ونص كوباية كاكاو خام. تمام. تضربيهم كويس. ما تنسيش تدعميني في القناة بلايك وشير وسبسكرايب. لو انت اول مرة تشوفيني اتشرفني ان انت تنضمي لعائلتنا الكبيرة ان شاء الله. اصل الاكل مع خلود هنعمل وصفات كتيرة مع بعض، منها حلو وحادق وابسط المقادير. قلبيهم كده كويس، اهم حاجة في اتجاه واحد. تمام. زي ما قلنا اهم حاجة تقلبي في اتجاه واحد. انا كده هيخلي معاك الكيكة مظبوطة تطلع، والفقاعات الهواء دي بتاعتها تبقى قد بعض. كده خلصنا ضرب. خدين بالكم من حمزة دي، حمزة ده النهاردة عمل معايا الواجب وصح. الصح عملها معايا حمزة النهاردة. هنشوفوا مع بعض برضه عمل ايه حمزة معانا في الفيديو ده. ربنا يديه الصحة ان شاء الله ويخليه ليا واخوانا. بعد ما قلبتها كده بتأكد ان مفيش حاجة تحت كده من الدقيق ولا حاجة، وقلبتها كويس. لا خدتوا بالكم كان واخد الفانيليا كان بيلعب بيه. دلوقتي هندهن الصينية زيت. انا ما كانش عندي سمنة، كانت خلصت عندي السمنة، فهتدهنيها ايه؟ سمنة انتي. انا كده دهنت زيت، فكنت ان هو شاك ان هو يلصق معايا، فرشيت شوية كاكاو في الأرضية. بصوا خدي بالكم، فيها حد كده متطفل بدب صباعه في الكيكة وبياخد منها. شفتوا؟ انا ما كنتش شايفاه، انا شفته في الفيديو والله. ماشي يا حمزة. اه كده ترش شوية كاكاو لو انت خايفة ان هي تلصق منك، بس لو انت دهنة سمنة كويس ما مش هتلصق منك ان شاء الله. ننزل بالكيكة كده. تنسيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بس كده نزلنا خليط الكيك في الصينية بتاعتنا. ما خلاص يا ست، كفاية كفاية والله نزلت كلها. ندخل بيها كده على فرن سخن، تاخد معاكي نص ساعة تقريبا. ما تفتحيش عليها قبل ما تعدي تلت ساعة. عدي عليها تلت ساعة على فرن سخن، وتفتحي عليها وتختبريها كده وتشوفيها الدنيا بتاعتها ان شاء الله. بصي استوت في ثانية، في ثانية الا ثانية كده كانت استوت. خدت بالكم من الحفرة دي؟ هعملها حمزة.
حمزة كده اول ما الكيكة طلعت راح متلافي حتة منها كده. الله يبارك له، منورني في الفيديو ده. تنزل عليها بعد ما تبرد معاك شويه كده، طلعناها من الفرن، تخليها تبرد كده شويه تدفى، وتنزل عليها باللبن، لان لو نزلت عليها هي سخنه باللبن هتعجن منك ومش تبقى احسن حاجه. فاحنا نستناها تبرد كده شويه، يا دوب كده تبقى دافيه، وتنزل عليها شويه اللبن من غير سكر، لبن ساده. تمام، وتشربيها اللبن كده كويس. يستحسن كده لو انت من الاول اديتيها كده بالسكينه كده من فوق فتحات كده عملتيها، هتخلي معاك اللبن يتشرب اسرع. وهنا لثالث مره يا جماعه برضو حمزه ياخد حته من الكيكه، كان الله في عوني، ربنا يهدي. هنجيب هنا فنجان صغير ميه متلجة كده، ننزل عليهم بالكيس الكريم شانتيه، تضربيه كويس. بعد كده نضرب 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 في الكريم شانتيه لحد لما يطلع معنا مظبوط والقوام المظبوط بتاعه. تمام، وندخله التلاجة. بعد كده هنعمل الصوص الشوكولاته. انا صوص الشوكولاته هنا المقطع بتاع المقادير اتحذف مني، فهنقول لكم على المقادير وهتلقيني كاتباها لكم تحت في الوصف برضو. هنجيب نص كوبايه كاكاو خام، نص كوبايه سكر بودر، ربع كوبايه لبن، وربع كوبايه زيت، وهنحطه على بعض ده كله ونضربه كده كويس بالمضرب اليدوي عادي، مش هتحتاجي حاجه. هيوصل معاك للقوام ده لما تضرب فيه كتير، كل ما تضرب فيه كتير كل ما هيتخن معاك. فانا كنتش هنا عايزه قوام تخين كده، لا انا كنت عايزه قوام مظبوط زي ما هتشوفي كده معانا بالظبط. بصي، وهو على فكره برضو كده تخن مني، كل ما تضرب فيه كل ما ايه القوام يتخن معاك. بصوا، وبرضو للمره الرابعه شايفين بصوا بوريكم بالسباتشولا. الله يبارك له حمزه، والله عامل الواجب وزياده. هتنزل عليها بالكريم شانتيه طبعا بعد ما تكون الكيكه بردت نهائي نهائي. تمام، هتحط الكريم شانتيه كده كويس. هنسيب حته كده بسيطه في الكريم شانتيه في البوله بتاعتنا. هتساوي الكريم شانتيه كده كويس على الوش بالسباتشولا او بالمعلقه او بالسكينه او باي حاجه انت بتستخدميها معاك في البيت. الكيكه بتاعتنا النهارده بسيطه وخفيفه كده وما فيهاش اي اختراعات غريبه، لا كلها ان شاء الله المقادير عندكم موجوده في البيت، وحاجاتها بسيطه برضو ومش مكلفه خالص خالص. مش لازم تنسق، خلي بالك، لا عادي، هي يعني كيكه عشوائيه فمش هتحتاج، يعني هي مش جاتو ولا تورته، لا احنا كده هنتعامل بالراحه معاها وعادي. ما تخافيش لو مش متناسقه معاكي، لا عادي عادي. ما خلاص حنتفى يا ستي، كفايه كفايه. ايوه، بعد كده هنجيب معانا الصوص الشوكولاته، هننزل بيه كده واحده واحده. بصي شفتي صوص الشوكولاته تخن ازاي، زي ما بقولك، فاحنا كنا عايزين اخف من كده. بصي كان في شويه كاكاو كده من تحت، ده بسبب المضرب، ان المضرب مش بيجيب اللي تحت بالظبط. فانت لما تضربيه الاول قلبيه بالمعلقه كده وبالمضرب، فعادي يعني مش كاكاو، بصي كده مش هيبان. انت لو خلصتي كده ومش حابه تزينها بالطريقه اللي هنزينها وحبيتي ترشي عليها الكاكاو من فوق، تطلع معاكي حكايه برضو. فاحنا لا نتصرف عادي، اي حاجه كده معانا نشتغل بيها وزي الفل، مش بتوقف على حاجه والله يا جماعه. و صوص الشوكولاته ده لو حابه، لو انت من الاول ضفتي اللي قلت لك عليه نسكافيه اللي هو بتاعنا المصري في خليط الكيك، هتحطي برضو منه في اللبن، هتحطي برضو منه في الصوص الشوكولاته، هتطلع معاكي شبه كده التيراميسو. هنجيب الكريم شانتيه اللي كان معانا في البوله، هنزود عليه شويه لبن كده بسيطه، وراح ننزل بيه كده بس خطوط خطوط كده بالطول. بعد كده هتجيبي خله وهتعملي الشكل اللي انا عاملاه، ابسط حاجه. بعد الكيكه الحكايه اللي هتقولي لي اشطوطه ولا مدلعه،
ولا اي حاجة من الحاجات دي. لا، احنا في البيت نعمل ان شاء الله كل حاجة مع بعض، هتبقى معاكي سهلة، وانا معاكي ان شاء الله من الالف للياء. كل حاجة كده هنعملها مع بعض، وهنرفع شعار اعمليها ما تشتريهاش. انا وراكي لحد ما تفضل تبقي بريمو كده في المطبخ، وتعملي كل حاجة كده صح ان شاء الله مع بعض. لايك يا جماعة للكيكة الخطيرة دي، لايك. انا مش لاقيه لها اسم من حلاوتها الصراحة. اختاروا لي انت اسم كده ليها واكتبوه لي في التعليقات، وان شاء الله تعجبكم ان شاء الله، ونتمنى ان انا نكون نلت اعجابكم في الفيديو ده. وما تنسوش تدعموني بلايك وتدعموا القناة، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.